وبعد تواتر التصريحات الحكومية السورية التي تعد بإصلاحات جوهرية في البلاد، يتطلب الأمر التوقف عند الصلاحيات المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية، والتي توصف بأنها واسعة جدا وتمكنه نظريا من إنجاز الوعود المبذولة سابقا أو في الأسابيع الماضية. والمزيد عن هذا الجانب الدستوري في تقرير محمد رمال ويقدمه طارق تملالي. مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا المشرفة على تنفيذ القوانين والأنظمة، مراقبة عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها. من صلاحياته أيضا توجيه ومتابعة أعمال وزارات وإدارات ومؤسسات الدولة، ووضع مشروع الميزانية العامة، إعداد مشروعات القوانين، إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية. لكن هناك سلطات أخرى تفوق مجلس الوزراء قوة وأهمية وفق الدستور السوري. ينص الدستور على أن السيادة للشعب، والمواطنون يمارسون قيادة الدولة والمجتمع من خلال مؤسسات ومجالس منتخبة ديمقراطيا. لكن الدستور ينص في مادة أخرى على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو القائد في الدولة والمجتمع، والقيادة القطرية للحزب هي التي تقترح اسم المرشح الرئاسي، والدور الأساسي هو لسلطة رئيس الجمهورية الذي يحق له مثلا حل مجلس الشعب، إعداد مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس الشعب، الاعتراض على قوانين يقرها مجلس الشعب نفسه بما فيها إلغاء أي تعديل للدستور، وهو يعين أعضاء المحكمة الدستورية، ويرأس مجلس القضاء الأعلى ويقترح تعديل الدستور. من صلاحياته كذلك تعيين وإقالة من يلي: نواب الرئيس، رئيس الوزراء، الوزراء ونواب الوزراء، وهو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وصاحب قرار إعلان الحرب والتعبئة العامة وعقد الصلح وصولا إلى إعلان حالة الطوارئ وإلغائها. لكن رئيس الجمهورية ليس مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة واحدة، هي الخيانة العظمى، وعندها لا يحاكم إلا أمام المحكمة الدستورية العليا التي يعين هو أعضاءها.